عملة الجنيه المصري المعدني الجديد لتخليد الذكرى والمناسبات القومية لجمهورية مصر العربية والتزامن مع الأحداث. طبعا حضراتكم شايفين عملة الجنيه والنصف جنيه، 50 قرش والمائة قرش، رسم عليها لتخليد ذكرى ومناسبات قومية للبلد جمهورية مصر العربية. أشياء كثيرة جدا للذكرى، منها محطات توليد الطاقة وقناطر أسيوط الجديدة وفرق مصر الطبية وعيد الشرطة 69 عاما وحقل طهر الغاز ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان ومدينة العالمين الجديدة وقناة السويس والشبكة القومية للطرق والريف المصري الجديد وحياة كريمة وموكب المومياوات الملكية والعاصمة الإدارية الجديدة. طبعا كل دول أشياء رسمت على الجنيه المصري لتخليد الذكرى والإعادة القومية، تضامن مع الأحداث. دي كلها مناسبات وذكرى ومناسبات قومية رسمت على الجنيه المصري والنصف جنيه، بالإضافة إن الأساسي صورة الملك رمسيس على الجنيه المصري من الخلف. كل هذه تخليد لذكرى ومناسبات قومية لجمهورية مصر العربية على الجنيه المصري، لتكون في أذهان الناس هذه المناسبات. زي ما حضراتكم شايفين كلها مناسبات وضعت خلف الجنيه المصري لتخليد المناسبات القومية. وزي ما قلنا لحضراتكم العملات ديت وأهمها طبعا عندنا عملة عيد الشرطة اللي هي 99 عاما، اللي هي اهي حضراتكم اهي أهمها العملات ديت سكر بكميات قليلة جدا. عيد الشرطة 69 عاما، واحد جنيه. ونيجي برضو العملة المهمة التانية اللي هي الفرق الطبية، دي برضو من عملات النادرة، سكر بكميات بسيطة. ويا ريت نكون ورانا لحضراتكم وعرفناكم أسماء المناسبات اللي وضعت على الجنيه المصري من الخلف، الجنيه والنصف جنيه. ويا ريت كل اللي يدخل على القناة اللي ما كانش مشترك يشترك ويفعل الجرس ليصل كل جديد عن العملات المعدنية المصرية القديمة والحديثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.